تحت ضغط اليهود وتحت ضغط إسرائيل. بيقولوا إن إحنا دلوقتي استسلمنا، وإن العمل اللي إحنا عملناه ده قبول البذرة الأمريكية. طلعوا بيانات في الجزائر إن ده خيانة للأمة العربية وخيانة للعرب وخيانة لفلسطين والقضية الفلسطينية، وإن لابد أن نحرر فلسطين كلها. طب ازاي نحرر فلسطين كلها؟ أنا النهارده احنا بقالنا 22 سنة ما قدرنا نعمل. كيف تطلب يعني نحرر فلسطين كلها، يعني نسيب أرضنا المحتلة تحت حكم اليهود؟ طب إذا كنا مش قادرين نحرر فلسطين كلها، طب إذا كنتوا انتوا تقدروا تحرروا فلسطين كلها تعالوا. مفيش يعني في كلام بس. ولما احنا أوقفنا القتال زعلوا. طب تعالوا قتلوا، أنا ما عنديش مانع. بيجي الجيش الجزائري يقاتل، يقولوا لا ده مفيش حرب. ثم الغارات والعمليات كل يوم مفيش. طلبنا منهم طيارين جزائريين ما ادوناش ولا واحد. عندنا طيارات اكثر من الطيارين، لان احنا طلبنا من الاتحاد السوفيتي وادونا طيارين اشتغلوا. فموقف يحير. لماذا وليه